السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة تفسير الأحلام، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. قناتنا اليوم تقدم لكم تفسير حلم وضع المكياج للمتزوجة، فهذا من الموضوعات التي تشغل بال الكثير من السيدات، وخاصة أن الآراء الخاصة به متنوعة لأنه من الأمور المستحدثة، وكذلك له الكثير من التفاصيل. لذلك سنقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بوضع المكياج للمتزوجة في المنام. لكن قبل الخوض في التفاصيل أدعوكم مشاهدينا الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد. تفسير حلم وضع المكياج في المنام للمتزوجة. يرى ابن سيرين أن تلك الرؤيا لها دلالات كثيرة وتتغير حسب ظروف تلك الفتاة وحياتها أيضا، وهي كالتالي: رؤية المتزوجة في منامها أنها تقوم بوضع المكياج ومحاولة الظهور بشكل جميل، فذلك دليل على مدى حبها لزوجها وكذلك الاهتمام به. أما إذا رأت المرأة الكبيرة المتزوجة في منامها وضع المكياج، فذلك مؤشر واضح على أنها تحاول القيام بإخفاء شيء ما على زوجها. كذلك أيضا فإن تلك الرؤية لتلك المرأة دليل على أنها تخفي آثار كبر السن والتقدم في العمر من عليها. أما رؤية تلك المرأة المتزوجة وضعها للمكياج وهي في حالة غضب، ذلك دليل على كثرة المشاكل والخلافات مع زوجها. وأيضا لتلك الرؤية دلائل على أنها تحاول إخفاء مشاعرها عن زوجها ولا ترغب في التعبير له عن تقصيره تجاهها. كذلك يرى ابن سيرين أيضا أن رؤية نزع المكياج من وجهها فهو دليل على أن تلك المرأة سوف تتخلص من همومها في القريب العاجل. وتلك الرؤية أيضا تدل على مدى جمال تلك المرأة وأنوثتها أيضا دون أي مظاهر تجميل. اختلف الفقهاء والآراء حول تلك الرؤية للمتزوجة، وذلك لكون المكياج بالنسبة للمرأة هو شيء مهم جدا لها في حياتها، ويختلف ذلك كالتالي: رؤية المرأة المتزوجة في منامها قيامها بوضع المكياج فهو دليل على مدى اهتمام تلك الفتاة بنفسها، وكذلك أيضا تلك الرؤية دليل على رغبة تلك المرأة بالظهور بمظهر جذاب ورائع دائما. أما إذا قامت بوضع الكحل في عينيها فهو مؤشر جيد لها ودليل على حصولها على المال والرزق الوفير والسعادة لها في حياتها. أما رؤية المرأة المتزوجة وكانت حامل تضع المكياج فهو دليل على قلقها من تغير الحمل على جمالها وأنوثتها. كذلك أيضا تلك الرؤية قد تكون دليلا على سهولة الحمل والولادة وبشارة خير لمولودها إذا كانت سعيدة أثناء وضع المكياج في المنام. وكذلك أيضا سعادة تلك الزوجة أثناء وضعها للمكياج قد يكون دليل على أن تلك الزوجة سوف ترزق بمولود ذكر. أما رؤية الزوجة قيامها بوضع المكياج وذلك لإزالة آثار في وجهها فذلك دليل على معاناتها أثناء الحمل والولادة. وأيضا تلك الرؤية دليل على إذا كانت تضع كثيرا من المكياج فقد يكون دليلا على إنجابها بأنثى، وقد تكون شخصيتها قوية. كذلك أيضا تلك الرؤية للمتزوجة دليل على عدم ثقتها بنفسها، وكذلك أيضا دليل على عدم تكون شخصية قوية لها، وكذلك أيضا دليل على محاولة إغراء زوجها بأي شكل ممكن، وأن ذلك الأمر يشغل تفكيرها كثيرا. رؤية المرأة المتزوجة في منامها أن زوجها يقدم لها عبوة من المكياج فذلك دليل على الحب المتبادل بين الزوجين. وأيضا تلك الرؤية دليل على مدى الاستقرار في الحياة الزوجية، وكذلك دليل على مدى المودة التي تسود بين الزوجين. تفسير رؤية الروج البنفسجي في منام المتزوجة. يرى الفقهاء أن تلك الرؤية للمتزوجة من المؤشرات الجيدة لها، وهي كالآتي: رؤية تلك اللون من الروج للمتزوجة في منامها من دلائل الخير لها، فهو مؤشر كبير على الاستقرار لتلك الزوجة. وكذلك أيضا تلك الرؤية دليل على اقتراب تحقيق الأماني التي يتمناها صاحب تلك الرؤية. ولذلك اللون أيضا لتلك المتزوجة دليل على الخير الوفير وكثرة المال والرزق، وكذلك أيضا دليل على السعادة الزوجية. تفسير رؤية الروج الأحمر في منام المتزوجة. يوجد بعض التفسيرات لتلك الرؤية بالنسبة لآراء الفقهاء، وهي في الأغلب
تبشر بالخير وهي كالتالي: الروج الأحمر في منام المتزوجة دليل على أن هناك بشرة خير في الطريق لصاحب الرؤية، وكذلك أيضا دليل على الاستقرار في الحياة. كذلك أيضا تلك الرؤية دليل على الرقة والرومانسية التي تتمتع بها تلك الزوجة ومدى حبها لزوجها. وأيضا تلك الرؤية دليل على أن هناك أخبارا سارة ومفرحة في طريقها لتلك المتزوجة في القريب العاجل. تفسير رؤية وضع الكحل في منام المتزوجة: يوجد آراء عديدة ومختلفة حول تلك الرؤية بالنسبة للفقهاء، وهي كالتالي: إن تفسير رؤية الكحل للمتزوجة دليل على الاستقرار المادي والخير والمال الوفير لتلك المتزوجة. كذلك أيضا رؤية وضع الكحل في المنام من الرؤية المحمودة، حيث أن الكحل يقوم بتوسيع العين للمرأة وظهورها بمظهر جذاب، فبالتالي فإن تلك الرؤية دليل على سعادة تلك المرأة وحسن إدارتها للمواقف والظروف وتنظيم حياتها. كحل العين ذلك من الرؤيا المحمودة كونه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهو دليل على عودة شخص عزيز من الغربة قريبا. إذا كانت تلك المرأة مريضة فإن رؤية الكحل بالنسبة لها دليل على شفائها واسترداد عافيتها في القريب العاجل. وأيضا تلك الرؤية للمتزوجة دليل على انصلاح الحال بالنسبة لها، وأنها سوف تتخلص من همومها وأحزانها قريبا. تفسير رؤية رسم الحواجب للمتزوجة في المنام: إن تفسير تلك الرؤية تكلم فيها الفقهاء كثيرا واختلفوا حولها، ولكن كل على حسب ظروف تلك الرؤية، وهي كالتالي: إن تفسير رؤية رسم الحواجب في المنام للمتزوجة دليل على الخير لصاحب تلك الرؤية، وأيضا مؤشر للسعادة التي ستغمر صاحبها. كذلك أيضا تلك الرؤية بالنسبة للفتاة دليل على مدى حكمتها في الحياة وشدة تعلقها بالله والرضا على كل حال. كما يرى بعض الفقهاء أن تلك الرؤيا قد تكون دليلا على مدى العصبية والصعوبة التي يمتلكها صاحب الرؤيا. وكذلك أيضا فإن تلك الرؤيا تعتبر بشرة سعادة واطمئنان للمتزوجة، حيث أنها تدل على الاستقرار والحب والتوافق بين الزوجين. وأيضا رؤية الزوجة في المنام أنها تقوم برسم حاجبها ولكن بشكل مختلف عن العادة، فذلك دليل على أن هناك باب رزق لتلك الفتاة قريبا. فعموما تلك الرؤيا تعتبر رؤيا خير وسعادة وتفاؤل لصاحبها. في النهاية نكون قد عرضنا لكم في هذا الفيديو تفسير حلم وضع المكياج للمتزوجة، والذي يعد بشرة خير لها على مدى الاستقرار في حياتها، وكذلك التفاهم والحب المتبادل بينها وبين زوجها. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا، وانتظرونا في قادم الحلقات والتفاسير على قناتكم تفسير الأحلام. أستودعكم الله، دمتم في حفظ الله ورعايته.